ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ فقد الشعب المصري اليوم سيارة من السيارات المحببة جدا الى قلبه، العربية BYD F3. فهنيئا للإنسان صاني المانوال. امبارح وانا قاعد بتابع الاخبار شفت خبر ان توكيل BYD في مصر شركة الامل اعلنت رسميا ان مش هيبقى فيه تاني BYD تاني في السوق، وانا بتكلم هنا عن العربية بتاعتهم الاشهر BYD F3، واللي طبعا كانت اكتر عربيات مبيعا في الشركة، وخصوصا بعد ما خلاص عربيات لادا ما بقناش نشوفها، فمبقاش عند التوكيل الامل في مصر غير BYD F3 اللي كانت بتتباع كتير جدا جدا جدا، وخصوصا كان اغلب اللي بيشتروها للشغل، سواء تاكسي او سواء لتطبيق نقل الذكي. كان سعر النسخة المانوال بتاعها 650 الف جنيه. عربية مش معقدة، الموتور بتاعها كويس، فتيس مانوال من 5 سرعات، ومساحة من جوه مهولة. العربية دي كانت موجودة في مصر معانا من 2010، يعني تقريبا بقالها 15 سنة في السوق، وجيل بعد جيل بعد جيل من العربية ما كانش بيحصل فيها تغييرات تقريبا، وده برضو كان سر النجاح. اي حد بيدور على عربية للشغل بيحب عربية ما تبقاش كل شوية ينزل لها فيس ليفت، وشكل الفوانيس بيتغير قدام وورا والاكسدام والكلام ده كله. عايز حاجة لو خبطها او عمل بيها اي مشكلة او اي حادثة سهل ان هو يعرف يلمها. وعلى الرغم من المنافسة كانت شرسة جدا في الفئة دي، وخصوصا ان المانوال بتاع BYD الاف 3 اخر سعر لسه كان 650 الف، الا انها برضو كانت بتبيع، يعني في الاربع سنين اللي فاتوا بس باعت تقريبا فوق ال 22 الف عربيه. بس خلاص قررت الشركه غصب عنها ان هي توقف انتاج العربيه دي، وده بسبب نفاذ مكونات الانتاج. يعني القطع خلاص مبقتش تيجي من الصين. BYD اللي احنا نعرفها دلوقتي غير BYD اللي نعرفها زمان من 15 سنه. بيقولك مخزون المكونات المحليه الموجود في مصر خلص، وان الشركه الصينيه العملاقه بقت تنخرط في مشاريع مستقبليه اكثر تطورا. طبعا كلنا شفنا العربيات BYD اللي نازله جديده دلوقتي، وخصوصا في مجال الكهرباء حاجه تانية خالص يعني. فمش خطوط انتاج BYD الاف 3 هي دي اللي هتفرق معاهم يعني. والشركه اكدت ان هي ملتزمه بخدمات ما بعد البيع والصيانه والضمان للناس اللي لسه بايعه لهم عربيات قريب. وانا بقول لاي حد معاه عربيه BYD اف 3 ما يقلقش خالص، هو 90% من اصلا اللي بيجيب العربيه دي ما بيكملش في الضمان، والكل بيعتمد على قطع غيار الافتر ماركت. والعربيه دي من كتر ما منتشره في مصر ومن كتر ما احنا بنشوفها في كل حته، كده كده هتلاقي لها قطع غيار، ما تقلقش، التجار كده كده مش هيسيبوك يعني. بس توقع ان 3 4 سنين كمان ومش هتلاقي قطع غيار في التوكيل تاني العربيه دي نهائي. وقالت الشركه ان خطوط الانتاج بتاعتها العملاقه اللي طبعا موجوده بقالها كذا سنه بتنتج العربيه دي بجماعه تجميع محلي، جالها كذا عرض عشان يستغلوا خطوط الانتاج دي، وان الشركه واخده وكاله العربيه دونج فينج فورسنج وهتبدا تجمعها في مصر. دخلت على توكيل دونج فينج وشفت فورسنج بالذات، وشفت بتنتج ايه في العربيات. فورسنج نازله في السوق العالمي ب 10 موديلات، منهم 4 موديلات عربيات MPV، ودي شفنا منها عربيه زي الجلوري مثلا، 3 عربيات SUV. بس اللي لفت انتباهي في الموضوع ده كله عربيه سيدان اسمها S50. العربيه دي زي ما انتم شايفين كده قدمت الاسواق العالميه في 2014، مبنيه على البلاتفورم بتاع نيسان سنترا، وبتيجي بنوعين من الفتيس، فتيس 5 سرعات مانوال وفتيس CVT اوتوماتيك. واعتقد ان الشركه عشان خاطر ترجع تاخد حصه تاني من السوق ممكن تجيبها بالفتيس ال5 سرعات مانوال، عشان على قد الفتيس CVT ما في بدائل كتير جدا للCVT. بس اغلب الناس اللي بتجيب العربيه دي لشغل التاكسي بالذات بيحبوش عربيه يكون فيها فتيس CVT او فتيس دول كلاتش او حتى فتيس اوتوماتيك، هم عايزين فتيس مانوال عشان العزم العربيه وعشان يقدروا يتحكموا في الصيانات بتاعتها، ويبقى قطع الغيار الاستهلاكيه بتاعتها خفيفه، ما يدخلش نفسه في فتيس ب 90,000 و100,000 جنيه. فانا اعتقد ان بعد شهر 8 اللي جاي ممكن نشوف توكيل امل في مصر بيعلن ان هو يبدا يجمع العربيه فورسنج الاس 50، وبيتهيألي ده الموديل اللي هنشوفه، وبيتهيألي ده الموديل اللي هيشوف مكان BYD الاف 3. في وسط اللخبطه دي بقى اغلب الناس اللي بتفكر تشتري عربيات دلوقتي هترجع تبص لكذا عربيه طبعا موجوده في السوق. العربيه اللي هتاكل التورته اللي فعلا عملت خطوه استباقيه في الموضوع ده النيسان صاني المانوال، نازله بسعر كويس 645 الف، تقريبا بنفس سعر BYD الاف 3 دلوقتي، وعربيه موجوده من زمان والفتيس بتاعها موجود من زمان. وفي ناس بتقول الشيفوليه الاوبترا، بس الشيفوليه الاوبترا مش نازله غير بنوع واحد بس من الفتيس اللي هو الفتيس CVT. وزي ما انا قلت لكم اغلب اللي بيجيب العربيه BYD الاف 3 او بنسبه 80% منهم بيجيبها عشان يشتغل عليها، فبالنسبه له الفتيس CVT مش هيبقى عملي قوي. فالبديل اللي هيشتغل الفتره اللي جايه النيسان صاني بنسبه كبيره، وكمان الفئه التيبو المانوال اللي نازله بسعر 695,000 لغايه لما تبقى تنزل العربيه الفورسنج دي وتبدا بقى تثبت نجاحها في السوق. واللي انا شايف ان هي لو اتقدمت بسعر كويس في حدود 600,000 جنيه في الاول كده هتبدا تجيب قاعده كبيره من العمليات، وخصوصا ان العربيه حجمها كبير زي ما احنا متعودين من عربيات شركه الامل، وهتلاقي لها قاعده شعبيه كبيره. واكتر حاجه الناس اللي بتحب تجيب عربيات حجمها كبير للشغل. وبس ده كان كل حاجه النهارده، يا ريت تشاركونا بارائكم. ايه رايكم في العربيه اللي احتمال تنزل جديد قريب دي، ويا ترى هتاخد حصه كويسه من السوق ولا لا؟ ولو انت كنت بتفكر في العربيه BYD الاف 3 ايه البديل اللي هتشتريه دلوقتي؟ متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتبص على الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.